كرواتيا النهارده فرقه عاديه مع بلجيكا ومع كندا والمغرب. يعني المغرب ممكن تكسب كندا سهل وممكن تتعادل او تكسب. المغرب انا شايف ان المغرب اقوى فرقه في الفرقه العربيه. المغرب فرقه كويسه وفرقه محترمه، وعندهم المحترفين بيلعبوا في مستوى كويس يقدروا يجاروا الفرق اللي موجوده. انا شايف ان بلجيكا فرصها اعلى حاجه في المجموعه. بلجيكا طبعا بلجيكا هتبقى يعني في المجموعه بس ولا في البطوله كلها؟ لا احنا بنتكلم دلوقتي على المجموعه. في البطوله طبعا سكواد رهيب من الاربع فرق المرشحين يعني. المغرب ممكن، انا شايف المغرب ممكن لو قدرت تعمل نتيجه ايجابيه مع كرواتيا وتكسب كندا، اعتقد ممكن يبقى ليها دور. طب خلينا لو رحنا للمنتخبات الافريقيه، غانا مع البرتغال واوروجواي وكوريا الجنوبيه صعب. الرباعي المغرب تونس السعوديه وقطر طبعا المنظم. مين تتوقع انه يتاهل لدور ال 16 او عنده الحظوظ الافضل؟ بعيدا عن العاطفه يعني. لا بعيدا عن العاطفه يعني ولا واحد؟ لا، تشكيل المنتخب المغربي اكتر من رائع. فارق شويه وتعول عليه كتير. امين حارس اتصاب والدنيا اتصعبت شويه في المعسكر الجزائري المغربي، ولكن تشكيله المنتخب المغربي تحفه. محمود انت بتتكلم عن يعني اسامي فعلا طليق ان ده منتخب لازم يعدي دور المجموعات. طبعا القايمه يعني ياسين بونو حارس مرمى رائع جدا، مدير المحمدي تكناوت اللي بيتواجد للنسخه الثانيه كمان على التوالي، حارس مرمى مجموعتهم صعبه بس اسمائهم تقيله في النهايه. انت بتتكلم اشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف اكرد، رومان سايس، اشرف داري حتى اللي احترف في البريست الفرنسي بعد ما كان مع جواد اليميق. جواد اليميق الراجل نص ملعب وهجوم كلهم محترفين. رابط صابري املاح وناحي. انت لحد دلوقتي اللي موجود قدامك ده ما فيش الا لاعب واحد بس من الدوري المحلي. وخط الهجوم اللي هو كان بتتكلم عن احمد رضا التكناوتي وعطيه الله. بص على خط الهجوم برضه يا جماعه، هنلاقي في حكيم زياش موجود، سفيان بوفال موجود، النصيري، عبد الرزاق حمد الله، امين حارس خلاص بره القايمه للاصابه، 1000 مليون سلام عليه، زلزولي. ففي اسماء تساعدك انك تلعب كره حلوه في كاس العالم. تمام. انا لسه كنت بقول لك ان الفوزين الوحيدين للمغرب كانوا على منتخبين اوروبيين. فده نتمنى ان شاء الله ان يكون لعيبه المغرب في كامل تركيزها في البطوله، لان الواحد بيخاف بس من حاجه واحده على المنتخب المغربي. انا لما اتفرجت عليهم في مباراه تشيلي والباراجواي محمودي، اداء هجومي مبهر. قله التركيز في الثلث الهجومي واحيانا الميل للاستعراض ما يخليهمش يسجلوا اهداف كتير. انت النهارده هتلاعب بلجيكا وكرواتيا، ما فيش فرصه انت تضيع فرص مفهوم كتير. طيب المغرب في 3 اجيال كانوا فارقين عن غيرهم، صدروا لنا المشهد بانه ممكن المنتخب المغربي عنده القدره انه يعمل شيء جديد في كاس العالم في نسخه قطر 2022. فلو بنرتب الاجيال الخاصه بكره القدم المغربيه واعظم 3 اجيال، ادونا الامل ان احنا نشوف المره دي حاجه مختلفه من رقم 3 لرقم 1. يلا بينا. هنبتدي المشاركات المغربيه، 5 مشاركات يا محمودي قلنا 70 86 94 98 ثم 2018. صحيح. انا في حيره من امري ان انا اختار المركز الثالث، وان كنت حسمتها بسبب شيء. حسمت المركز الثالث من حيث الاداء الجيد للمنتخب المغربي لجيل 1970 لعده اشياء يعني على حساب 2018 اللي هو نفس الكيفيه، تعادل وهنا برضه تعادل. ولكن الامر هنا كان يختلف في انت جيل فتح الطريق، الجيل ده بتاع 70 فتح الطريق للكره المغربيه والمنتخبات العربيه للعوده مره اخرى لكاس العالم من خلال المشاركه في كاس العالم 70. المنتخب ده ما قبل ان يشارك المنتخب المغربي في كاس الامم الافريقيه اللي بداها في مشاركه 72 هم ذهبوا لكاس العالم، وده شيء يحسب ليهم. الجيل ده كان مليء بالمواهب الكبيره جدا، بتتكلم عن علال بن قصو، ادريس باموس، الغزواني، بتتكلم عن مولاي الخنوسي اللي هو كان الكابتن بتاعهم، بتتكلم عن محمد هزاز، عبد القادر الخياطي. اسامي كانت كبيره جدا فتحت الطريق لدوله المغرب بالتواجد بعد ما عدوا في التصفيات من السنغال ثم منتخب تونس. وكانت الامر الغريب في مباراه تونس هم تعادلوا في المباراتين ولعبوا مباراه فيصل في مارسيليا، اتعادلوا، عملوا قرعه، صعدت المغرب عشان تلعب التصفيه النهائيه مع نيجيريا والسودان. تصعد دوله المغرب في الوقت ده محمودي بعد ما تلقوا هزيمه واحده في الفاينل كواليفيكيشن، ولكن الهزيمه دي ما كانتش تعني الشيء لان هم كانوا كده تاهلوا، خسروا من المنتخب النيجيري وعملوا بطوله كاس عالم اكتر من رائعه بالقياس مع المنتخبات اللي موجوده معاهم. انت بتتواجد مع المنتخب الالماني الغربي اللي صعد للمباراه قبل النهائي وكان وصيف 66. مفهوم. بتخسر 2-1 بصعوبه بعد محمد حمان جرير، تاني لاعب عربي يسجل هدف في كاس العالم، سجل الهدف الاول وبمعاناه المانيا بتعود عن طريق اوفا زيلر وعن طريق جيرد مولر، والحكم يوميها عمل لقطه للتاريخ. المانيا خسرانه 1-0 الشوط الاولاني، علال بن قصو موجود في غرفه الملابس لسه ما نزلش الملعب، ما ينفعش المباراه تبتدي، لازم الحارسين موجودين، صفر وبدا المباراه
وحارس المغرب على بن قصو حارس مرمى الجيش الملكي المغربي ما كانش موجود في المرمى، وتداركوا الامر بعد كده، ولكن في النهايه خسر المنتخب المغربي. ثم تعادلوا 1-1، ودي اول مع بلغاريا، دي اول نقطه يحصل عليها العرب في كاس العالم. صحيح. بهدف موهوب الغزواني. فبالنسبه لك كان الجيل ده هو الجيل اللي بادئ اللي فتح الطريق للباقي. مع بلاجوي فيدينيتش المدرب اليوغوسلافي، واللي كان مصعدهم كان الفرنسي اللي كان ماسك الجيش الملكي المغربي جاي كليزو، ولكن اصيب بمرض، وكان مع عبد الله السطاطي جابوا بلاجوي فيدينيتش حارس مرمى يوغوسلافيا في نهائي اليورو 1960 عشان يكون هو المدير الفني. طيب دي النسخه رقم 3 اللي فتحت الباب بالنسبه للعرب في المونديال. رقم 2 للمغرب. رقم 2 من وجهه نظري النسخه اللي كلنا استمتعنا بيها وشفناها في فرنسا، نسخه المنتخب المغربي في 98. صحيح. المنتخب المغربي في 98 كان يستحق التاهل عن جداره، ولولا ان انت النهارده عانيت في مباراه البرازيل اللي كان كده وارد ان انت تخسرها بوجود، يعني كان من وجهه نظر ادريس بن ذكري ما كانش على القدر المأمول فيه عشان يحرس مرمى المنتخب المغربي. بتتكلم بقى عن جيل عظيم جدا، لما بتبص على الصوره بتشوف العظمه، طاهر الخلج، نور الدين نايبت، بصير، بتتكلم عن شيبو، مصطفى حجي، طاهر الخلج. بالمناسبه محمودي في البطوله دي كان اكتر واحد عمل اسيست في تاريخ الدول العربيه، 3 اسيست محدش عملها. عمل 2 في ماتش النرويج التعادل 2-2، وهدف عمل اسيست في ماتش الفوز على اسكتلندا، وده اكبر فارق اهداف تحقق لمنتخب عربي. دي نقطه مهمه، انه الجيل ده بدا يدينا رساله انه المساله مش عويصه، انك تقدر جدا تقف قدام الاوروبيين تحديدا زي النرويج اللي فازت على البرازيل، زي اسكتلندا تعمل عرض ممتاز قدام اسكتلندا. فالجيل ده كان بيقول ان المسافات مش بعيده بينك وبين الليفل اللي قبليك في الكوره. والمنتخب المغربي طوال تاريخه كله ما حققش الا 2 فوز، والغريب ان ال2 فوز على دولتين اوروبيتين، البرتغال ومنتخب اسكتلندا. فالخير في بلجيكا السنه دي، ايوه في كرواتيا السنه دي، ممكن نتفائل بالامر ده ان شاء الله، وان شاء الله بالتوفيق طبعا للمنتخب المغربي. رقم 1 النسخه المبهره والممتعه طبعا المنتخب ده 98 والمباريات بقى بتاعتهم رائعه، وخاصه مباراه اسكتلندا اللي سجل فيها حده عبد الجليل حده هدف، وبصير صلاح الدين هدفين علشان يقدروا يعملوا بطوله رائعه. ولكن مباراه النرويج والبرازيل خلت مشاركه المغرب في مهب الريح بعد ما فازت النرويج على البرازيل. برضه النايبت في البطوله دي وعلى مدار المسيره قد يكون المدافع الافضل عربيا. انا اخترته قبل كده معاك المدافع الافضل عربيا. يعني على مر تاريخنا في الكوره، يعني بص كامل الاحترام والتقدير لكل الاسماء. من وجهه نظري نور الدين نايبت وما قدمه في الملاعب الاوروبيه يجعله في مكان اخر بالنسبه للمدافعين العرب. بتلعب على مستويات زي البورتيفو لا كورونا وتحقق معاهم الدوري، تلعب على مستوى تلعب توتنهام وتلعب في الدوري الانجليزي، والمسيره بتاعته مع الوداد حتى البيضاوي في البدايات اول لقب في تاريخ الوداد البيضاوي 92 على حساب الهلال السوداني كان حاضر وبقوه. فانت بتتكلم عن مدافع ادى فعلا وحرفيا مركز المدافع نكهه خاصه. نور الدين نايبت حاجه من العظمه يعني في كره القدم المغربيه والعربيه في المجمل والافريقيه كمان. رقم 1 هو اكتر جيل بتحبه في المغرب. اكتر جيل بعشقه في المغرب جيل 1986 مع المهدي فاريا اللي كان برضه مدرب الجيش الملكي، وكان مينا محمودي بقى مين مدرب الاحمال اللي معاه؟ جورفان فييرا. جورفان فييرا اللي كان موجود ساعتها في الوقت ده معاه. الجيل ده فعلا من العظمه، عملوا تصفيات عظيمه حتى يعني احنا للاسف احنا خرجنا منهم بهدفي التيمومه عزيز بودرباله في مباراه 2-0، ولكن بص الاسماء اللي قدامك عشان تتخض. ظلمي، عبد المجيد المريس، تيمومي، كريمو، حداوي، عزيز بودرباله، بدو الزاكي، لا مش طبيعيين يعني. كان ما شاء الله عليهم منتخب فعلا المنتخب العربي الوحيد اللي تصدر مجموعته لحد دلوقتي. المنتخب العربي الوحيد الذي لم تتلقى شباكه في دور المجموعات الا هدف واحد. المنتخب العربي الوحيد الذي لم يهزم في دور المجموعات. نسخه 86 مع المهدي فاريا، تعادل مع بولندا ثالث العالم في 82 فين؟ دقيقه 88. يكفي ان انت تقول ان بدو الزاكي احسن معدل اهداف ما دخلش في حارس مرمى، افضل معدل كان بدو الزاكي، هدفين فقط في تاريخ العرب هدفين في 4 مباريات. لم تحدث ما قبل ذلك وما بعد ذلك، لان حتى بدو الزاكي ساعتها بعدها على نفس السنه احسن لاعب في افريقيا في استفتاء الفرنس فوتبول، عشان يبقى هم حارسين فقط في افريقيا عملوها جوليوس نيكونو توماس نيكونو، وبتتكلم عن بدو الزاكي. المغرب ادت الامل، وباذن الله قدام بلجيكا قدام كرواتيا المنتخب المغربي يستعيد ذكريات الثمانينات التسعينات، التفوق على الاوروبيين، ويقدر يكون موجود في دور ال16. احنا كنا في مره لعبنا لعبه المنتخب العربي او الجيل العربي الافضل في تاريخ كاس العالم.
مظبوط. وانت اخترت المنتخب المغربي نسخه 86 والفيديو عمل انتشار كبير جدا، وكانت الجمهور الجزائري بيلوم عليك انه ليه انا ما خدتش فضلت 86 على جيل 2018 على جيل 2014 وجيل 2014 وحتى على الجيل برضه الخاص برابح ماجر وبلومي يعني. مظبوط. فممكن هنا ترد على القصه دي. انا هرد بشيء واحد مهم. انت النهارده بتتكلم عن المنتخب المغربي في 86 متواجد مع 3 منتخبات اوروبيه، ودي لازم تحطها في الاعتبار في التقييم. منتخب البرتغال، منتخب بولندا، منتخب انجلترا. انت النهارده بتتكلم عن المنتخب المغربي هو الوحيد اللي لم يتلقى الا هدف واحد، اقل منتخب استقبل اهداف في دور المجموعات. بتتكلم عن بدو الزكي مشاركته في ال4 مباريات حتى دور ال16 اقل لاعب عربي حارس عربي يخش فيه اهداف في عدد مباريات كماليه. المنتخب خرج وان كان بفعل فاعل. منتخب الجزائر اكن ليه كل الاحترام